طبعا السؤال ده كبير جدا، بس انا اقدر اقول لك يعني كل بيزنس مختلف عن التاني. النصيحه اللي محدش ممكن يقولها لحد في الفتره دي، شوف انت معاك كام كثروه، معاك كام كفلوس، وما تستثمرش او تخاطر الا ب 25 30% من الرقم اللي معاك. يعني انت لو معاك مليون جنيه ما تحطش فلوس في السوق، اي سوق، الا ايه 30% مما تملك. قلبك ميت واشتغلت في البيزنس قبل كده، عايز توصل ل 40 ل 50، انا سبورت جدا ليك. لكن لو انت واحد لسه جديد اوعى تعمل اكتر من ده. طب وايه الحل؟ طب المشروع بتاعي عايز اكبر من الرقم بتاعي، يعني لو انا معايا مليون جنيه زي ما انت بتقول، اسمع كلامك يبقى هطلع كام؟ 300,000. طب المشروع بتاعي عايز اكتر من كده، لازم تدخل معاك برضه. طب انا ما بحبش الشراكه، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده يا جماعه، مفيش حاجه اسمها انا ما بحبش الشراكه. انت ممكن تكون بتختار شريك غلط زي ما انا عملت والناس كلها بتعمل، ممكن تكون نسيت تحط الشروط اللي تنجح الشراكه. لكن في الاصل لو انت في الظروف اللي احنا فيها دي، في الوضع الاقتصادي العالمي والمصري، اي حد بيقول انا مش هعمل شراكه 90% هو ايه؟ مش هيعمل. هيقعد يقول ايه؟ انا هشوف دي وهشوف دي وهشوف دي، في الاخر هيجري منه الوقت ومش هيعمل، هيتضغط. بدل 30% هتبقى كام؟ 40. بدل 40 هتبقى كام؟ 50. بعد كده 60 70. 70% مما يملك هيخش في منكر، وده كده ريسك جامد جدا على فكره مهما كان مين هو.